هي غير صهيونية الآن، هي حركة ترى بأنه ليس من حق الصهاينة أو ليس من حق اليهود أن تكون لهم دولة خاصة بهم، وأنه إذا كانت هذه الدولة فسيكون يعني دمار لليهود. جاسان هذا المصطلح أو الكلمة يعني جاءتنا المعلومة من التوراة. يعقوب لما جاء مع أبنائه واستقر في مصر، طبعا هو رجع ودفن في فلسطين. يوسف عليه السلام اقتطع لهم أرضا فسمي هذا المكان الذي يسكنون فيه بأرض جاسان اليهود ونسبتهم للدين اليهودي. فخلينا نبدأ أولا بأنها كلمة عربية. القول الأول أنها كلمة مشتقة ومأخوذة من اللغة العربية. المعنى الأول أنها مأخوذة من مادة هود بمعنى رجع، الرجوع والإنابة والعودة والتوبة. ولنا استدلالات في القرآن الكريم سورة الأعراف إنا هدنا إليك، وهي الصيغة الثانية.